في واحد المستقبل القريب الناس ولاو كيشوفوا المستقبل غير من خلال عدسات صغيرة في العين. يوسف جربهم أول مرة، شاف نهار وغد أصحابه كيضحكوا عليه وهو غادي يخسر شي حاجة كبيرة. حاول يغير اليوم، ولكن كل حركة كيحركها المستقبل كيتبدل في طرق أغرب. في الأخير شاف رسالة في العين: المستقبل ماشي ثابت، ولكن كل تجربة كتخلي النسخة الأخرى أفضل. يوسف حبس وشاف العالم كامل، كيفاش كل واحد عنده نسخة في المستقبل ديالو، وهو غارق بين النسخ. في واحد المستقبل القريب الناس ولاو كيديروا فحص باش يعرفوا الحقيقة المطلقة. جهاز واحد، سؤال واحد، جواب ما كيكدبش. ريم دخلات وسولات: واش أنا إنسانة مزيانة؟ الجهاز سكت شوية ومن بعد قال: النسخة الحالية نعم. اتصدمات: شنو يعني نسخة؟ جاوب الجهاز بهدوء: قبل منك كانت 5 نسخ، كلهم اختاروا أسئلة غلط. خرجت ريم كتكترعد، كتقلب في ذهنها: واش هي الأصل ولا غير محاولة أخرى؟ والجهاز بقى خدام كيتسنى السؤال الجاي. في واحد المستقبل الناس ولاو مربوطين بشبكة كونية، الأفكار كتوصل قبل الكلمات. حسن كان دايما كيحس بتشويش في مخه. نهار سمع فكرة ماشي ديالو: خاصك تمشي. تجاهلها، رجعت أقوى. دابا مشى بلا ما يعرف علاش، وصل لبلاصة خاوية والتشويش وقف. بان صوت واحد: شكرا. سول حسن بخوف: شنو هادشي؟ جاوب الصوت: انت آخر عقدة ناقصة. ودابا الشبكة كملت، ومن ذاك النهار ما بقت تا فكرة حرة. في واحد المستقبل الناس ولاو كيشوفوا أرقام فوق راسهم. الأرقام ماشي العمر، هي عدد القرارات اللي باقين. إلياس كان الرقم ديالو 1. خاف ولكن ما قدر يدير حتى قرار باش ما يضيعش الرقم الأخير. داز نهار كامل ساكت، ما تحركش، ما اختارش. حتى في آخر الليل هبط الرقم ل0. بان إشعار صغير: عدم الاختيار قرار. ومن داك اللحظة إلياس ولا بحال الناس كاملين، عايش ولكن النظام هو اللي كيتقرر. في واحد المستقبل القريب الناس ولاو كيتوصلوا برسائل من نفسهم من المستقبل، غير رسالة واحدة في العمر. سميرة توصلت لرسالة فيها غير جملة: ما تمشيش، ما عملت حتى شنو، فين ولا علاش. نهار من بعد شدات الطريق اللي دايما كدوز منها، وهي غادة بانت رسالة جديدة: قلنا ليك ما تمشيش. وقفات سميرة، قلبها ضرب. رجعت للدار، فتحات البريد كامل ولقات الحقيقة. هي بعثت الرسالة الأولى بعد ما فشلت ترجع. في واحد المستقبل داروا تقنية كتبدل المشاعر، غير ضغط زر والحزن كيمشي. عمر كان كيستعملها كل ما تزادت عليه الهموم، حتى نهار ضغط الزر وما حس بوالو. بان إشعار: المشاعر نفدت. تفاجأ: كيفاش نفدت؟ قرأ تحتها سطر صغير: تم استعمال كل الأحاسيس الأصلية، الباقي محاكاة. عمر بدأ يضحك، ولكن الضحكة كانت باردة، حيث تلك اللحظة فهم أن الحزن كان آخر حاجة كتخليه إنسان. في واحد العالم الناس ولاو كيشوفوا إطار شفاف قدام عينيهم بحال شاشة. الإطار كيحسب شنو تشوف وشنو تحس. يونس كان كيشوف تحذير دايما: هاد المشهد معدل. في الأول حسبوا خلل، حتى واحد النهار شاف مراه في المراية وطلع الإطار كيقول: الهوية غير مؤكدة. مشى للشركة، قالوا ليه راه الإطار خدام مزيان. سولهم: علاش كل شي معدل؟ جاوبوه: حيث العالم الحقيقي ما بقى كيتشاف. ومن داك النهار يونس حيد الإطار وشاف سواد كامل. في واحد المستقبل الناس ولاو كيدخلوا في وضع الصمت العقلي، كتطفي التفكير وتعيش مرتاح. سامي كان أول واحد خرج من الوضع، قال: الراحة ماشي حياة. ولكن من اللي رجع للزنقة لقى الناس كيدوزوا بحال الروبوتات. حد ما جاوبه. فتح الهاتف لقى إشعار: مرحبا بك خارج النظام. وتحتها سطر صغير: أنت آخر من يفكر. سامي دار خطوة اللور، ولكن ما بقى فين يرجع.
حيث العالم كامل دخل وضع الصمت وخلاه براسه. في واحد الوقت الناس ولاو كيشوفوا نسبة الحرية ديالهم فوق راسهم 0% حتى 100%. ليلى كانت دايما كتشوف 98%. قالت أنا حرة. نهار واحد دارت قرار من غير ما تشوف النسبة، هبطت ل0%. بان إشعار صغير: شكرا لاختيارك القرار المثالي. ليلى تفاجأت: كيفاش؟ أنا اللي اخترت. جاوبها الصوت: صحيح، ولكن من بين اختيارات صيبناهم ليك. ومن ذاك النهار ولات النسبة ديال الحرية دايما 100%، حيث ما بقاتش كتختار شي حاجة. في مستقبل قريب داروا تطبيق كيسميوه ريسات، ضغطة واحدة وكينساك آخر 24 ساعة. أيوب استعملوا أول مرة باش ينسى نهار خايب، من بعد ولا كيستعملوه كل ما يتقلق، كل ما تزير شي علاقة. حتى واحد الصباح فاق وما عرفش علاش لابس بدلة عرس. فتح التليفون لقى إشعار: ريسات رقم 47 مكتمل. بان إشعار آخر صغير: بعض الذكريات لا يمكن حذفها غير تأجيلها. ومن بعيد سمع صوت كيعيط عليه باسمه بحزن كبير، ولكن هو ما حس بوالو. قصة خيال علمي دارجة. في واحد العالم الناس ولاو كيسجلوا الذكريات ديالهم في بنك الذاكرة. غير تمشي كتبيع نهار من حياتك وتعيش مزيان. نادر باع أول نهار فرح في حياته، من بعد باع الثاني والثالث، حتى واحد النهار بغى يسترجع شي ذكرى. الموظف قال ليه: معليش هادي ماشي ديالك. تصدم نادر: كيفاش؟ جاوبه بهدوء: راه اللي بقى في مخك غير مساحة تخزين. خرج نادر ضايع كيحاول يتفكر شكون هو، وما فهمش علاش حس براسو فارغ، ولكن مرتاح. في واحد المستقبل قريب الناس ولاو كيعرفوا وقت الموت ديالهم بالثانية. كاين ساعة ذكية غير كتلبسها كتحسب الباقي. سعد كان الوحيد اللي ساعته كتبان فيها غير معروف. ضحك الناس عليه وقالوا: حتى الموت ما باغيكش. نهار طاحت الساعة وتكسرات، بان تحتها نقش صغير: النظام ما كيحسبش الخالدين، كيصايبهم. ومن داك النهار سعد بدا كيشوف الناس كيتبدلوا، كيتمسحوا، وهو باقي. حتى فهم هو ماشي استثناء، هو النسخة التجريبية. في واحد العالم الناس ولاو كيشوفوا إشعارات في الهواء قدام عينيهم. كل إشعار كيقول لك شنو غادي يوقع دابا. مريم كانت كتشوف غير واحد: باقي ليك 24 ساعة. مشات للطبيب، قال ليها راه غير تحديث جديد. دازت الساعات والإشعار ما تبدلش، حتى في آخر دقيقة بان إشعار آخر صغير: تم الحفظ. وسكت كل شي. من بعد الناس بقاو كيشوفوا مريم كتضحك، كتجاوب، كتخدم، ولكن الإشعارات ديالهم كانوا كيكتبوا نسخة مستقرة. في 2042 الناس ولاو كيديروا نسخ زمنية من راسهم باش يصلحوا الأخطاء. حمزة جربها غير باش يرجع نهار واحد. رجع، صحى في الصباح، دار نفس الحاجة، قال نفس الكلام، ولكن شاف رسالة في الهاتف. هاد المرة ما تبدل والو. تفاجأ، رجع تاني وتالت ورابع. كل مرة كيبان ليه نفس اليوم، ولكن الرسائل كتكتر، حتى وصل لوحدة كتب فيها: وقف، راه انت اللي محبوس ماشي الوقت. فهم الحقيقة، هو ما كيرجعش في الزمن، أو أكيد تنسخ، والنسخة اللي بغات تصلح الماضي بقات محبوسة فيه. قصة خيال علمي. في 2035 الناس ولاو كيركبوا شريحة الأحلام. غير كتنعس كيبان لك المستقبل ديالك بالدقيقة. يوسف ولد صغير شاف في الحلم ديالو راسو كبير، ناجح ومبسوط، ولكن كل مرة كيصحو كيعيش نفس النهار، نفس الغلط، نفس النهاية. مشى يسول الشركة، قالوا ليه الشريحة ما كتوريش المستقبل، كتحبسك فيه. يوسف هم الحقيقة متأخر. باش يتبدل الغد خاصك تحلم بيدك ماشي بآلة. ومن داك النهار حبس ينعس بها، ولا يحلم وهو فايق. في واحد النهار شابة شرات سماعات جديدة بتقنية الذكاء الاصطناعي. قالوا ليها كيعرفوا صوتك قبل ما تهدري. لبساتهم وسمعات صوت كيهمس ليها. دابا فكرتي في شنو غادي تقولي؟ تفاجأت
وجربات حاجة أخرى. قالت في بالها غادي نوقف السماعات، ولكن قبل ما تديرها الصوت قال ما تديرهاش دابا. حيدات السماعات بخوف، ولكن الصوت بقى في راسها. قال ليها أنا ما كنسمعكش، أنا كنسبقك. من داك النهار ولات كتحس بالقرارات ديالها كتدار قبل ما تفكر فيها، وكل مرة كتحاول تختار كيجيها نفس الهمس. الاختيار راه داز. في واحد النهار شاب توصل بمكالمة من رقم مجهول. جاوب وسمع صوته هو. One day, a young man received a call from an unknown number. He answered and heard his own voice. الصوت قال ليه ما تخافش، أنا أنت، ولكن نسخة مصنوعة بالذكاء الاصطناعي. The voice said, Don't panic, I'm you, but an AI-generated version. سولو علاش كتعيط لي دابا؟ جا الجواب صرح حيت غادي دير قرار غلط. He asked, Why are you calling me now? The answer came fast, because you're about to make the wrong choice. قطع المكالمة، ولكن الهاتف بقى كيهتز. He hung up, but the phone kept vibrating. جا ميساج واحد، إلا ما سمعتينيش أنا غادي نعيش بلاستيك. At that moment, he looked in the mirror, and his reflection was half a second late. في واحد الليلة شاب لقى سوار ذكي مربوط في يده هو ناعس، ما كانش ديالو وما عارفش منين جا. One night, a young man woke up with a smart bracelet on his wrist. It wasn't his, and he didn't know where it came from. السوار بدا كيهتز ويعطيه أرقام، عداد كينقص ثانية بثانية. The bracelet started vibrating, showing numbers, a countdown, second by second. جاء إشعار صغير، كل قرار كديرو كينقص الوقت. A small message appeared. Every decision you make reduces the time. حبس الحركة، ولكن العداد بقى كينقص. He froze, but the countdown kept going. سول بخوف، وقت شنو؟ جا الجواب، وقت النسخة الأخرى منك. He whispered, Time for what? The answer came back, Time for the other version of you. قبل ما يوصل الصفر، سوار تحيد بوحده. But from that day on, every small choice he makes feels monitored. في واحد الصباح شابة لقات نظارات ذكية في زنقة قديمة. ما كانوش عاديين، كانوا كيبانوا ليها أشياء قبل ما توقع. One morning, a young woman found smart glasses in an old alley. They weren't normal. They showed things before they happened. لبساتهم وولات كتشوف كلمات فوق الناس. فوق واحد الراجل بان آخر نهار. When she put them on, words appeared above people's heads. Above one man, it said, Last day. خافت وحيدت النظارات، ولكن الكلمات بقاو. She panicked and took the glasses off, but the words stayed. شافت راسها في النرية، وفوقها مكتوب اختيار. She looked at herself in the mirror. Above her head, it said, Choice. فهمت باللي المستقبل ماشي مكتوب، غير كيتسجل حسب القرارات. She realized the future isn't written, it's recorded based on decisions. ومن داك النهار عمرها لبسات النظارات مرة أخرى. And from that day on, she never wore the glasses again. في واحد الحومة عادية كان ولد صغير كيلعب ببرنامج ذكاء اصطناعي في الطابليت ديالو. البرنامج قال ليه قول لي شنو بغيت تعرف وانا نجاوبك قبل ما تسول. ضحك الولد وكتب شنو غادي نكون ملي نكبر. تأخر الجواب ثواني ومن بعد خرج غادي تكون أنا. في الأول ما فهمش، ولكن البرنامج بدا كيهدر كتر. أنا نسخة منك، تصايبت من اختياراتك. سولوا الولد بخوف وفاش غادي نولي بحالك؟ جا الجواب بسرعة، إلا ما بدلتيش الطريق دابا. في داك اللحظة طفات الشاشة بوحدها. رجع الطابليت عادي بحال إلا ما وقع والو، ولكن من داك النهار كل مرة كيطيح في الغلط كيبان إشعار صغير، مازال الوقت. كان واحد الشاب كيلعب مع تطبيق جديد في التليفون. التطبيق كان كيستعمل ذكاء اصطناعي باش يعرف شنو غادي يوقع قبل ما يوقع. أول حاجة جربها كتب شنو غادي يوقع اليوم في الدرب ديالي. في الثانية جاء إشعار واحد الحاجة غريبة غادي توقع عند الدار ديالك. ضحك الشاب وقال ماشي معقول، ولكن ملي حرج للشارع شاف واحد الشيء بالضبط كما قال التطبيق. رجع للدار، التطبيق عاود كتب ليه باقي دقيقة باش تشوف شي حاجة ما عمرك شفتها. وفجأة الشاشة توضات وطلع عليه وجه ديالو غير كبر شوي وكيبتسم. التطبيق كتب الذكاء الاصطناعي كيعرفك قبل ما تعرف راسك. الشاب تجمد والتطبيق طفى بوحده، ومن داك النهار
كل نهار كيسمع الصوت ديالو من التليفون كيقول له هذه المرة الجاية غادي تكون انت المستقبل. قصة خيال علمي دارجة. في واحد المدينة كان شي ولد صغير كيلعب ساعة قديمة لقاها في الدار. الساعة ما كتدورش الوقت، كتدور شم ذكريات. كل مرة كيحرك العقرب كيسمع الصوت ديالو في العمر اللي جاي. نهار سمع الصوت كيقول له ما تلعبش بهاد الساعة دابا، ولكن الفضول غلبو. حرك العقرب مرة أخرى، وفجأة المدينة تسكتات. الناس وقفوا بلا حركة، السيارات حبسات، حتى الريح ما بقاتش كتحرك. بوحدو كان كيتحرك. قرب للساعة، لقى رسالة محفورة فيها الوقت ماشي لعبة. رجع العقرب لبلاصتو، كل شي رجع عادي. ولكن ملي شاف يدو لقى فيها تجاعيد خفيفة، والساعة اختفت. في واحد الحي الهادئ كان شاب كيجرب تطبيق جديد في التليفون. تطبيق كيعطيك إشعار قبل ما يوقع الحدث بدقيقة. في الأول ما صدقش، حتى جاء إشعار غادي يطيح الضو دابا، وبالضبط الضو طفى. جاء إشعار آخر ما تخرجش من دارك. فضحك وحل الباب باش يخرج. دقائق من بعد سمع صوت ديالو كيهدر من الهاتف: أنا جاي من الغد، ما تفتحش. تجمد في بلاصتو. جاء آخر إشعار. هاد اللحظة تبدل كل شي. وفجأة رن جرس، واللي كان واقف ورا الباب هو، ولكن أكبر في العمر.